ماما، أنا مش عجباني الشنطة دي. ليه يا هانية؟ دي لسه جديدة. بس الشنطة بتاعت صاحبتي أجمل وأغلى كمان. بس شنطتك كويسة ولسه جديدة. بس أنا عايزة واحدة زي بتاعت صاحبتي. مالك يا هانية؟ متضايقة لأن عندي إحساس إن كل الناس عندها حاجات أحسن مني. طيب ممكن أسألك سؤال؟ كم طفل نفسه يبقى عنده شنطة مدرسة أصلا؟ طيب كم طفل نفسه يروح مدرسة؟ معرفش، بس ممكن يكون في كتير. بالظبط كده. أحيانا إحنا بنبص للحاجة اللي مش عندنا وننسى النعمة اللي في إيدينا. يعني أنا كنت مركزة على اللي نفسي فيه بس. بالظبط، لو بصيتي للنعم اللي عندك هتحسي إنك عندك حاجات كتير. طيب أعمل إيه؟ أول حاجة نقول الحمد لله. ربنا قال في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني لما نشكر ربنا على النعم ربنا يزيدنا منها كمان وكمان. يمكن أنا نسيت أشكر ربنا. الحمد لله على شنطتي وعلى مدرستي وعلى كل النعم اللي عندي. تحدي النهارده اسمه شكر الله على جميع نعمه. كل يوم قبل ما تنام قول 3 نعم ربنا مديها لك، وقول بعدها الحمد لله، زي مثلا بيتي، أسرتي، مدرستي. الحمد لله على كل حال. الحمد لله دائما وأبدا. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه. مش كل اللي مع غيرك لازم يكون معاكي، لكن اللي معاكي ممكن تكون حاجة غيرك بيتمناها.